هو دوت اللي هيقتنص الفرصه وهيستحوذ على العميل دوت ويحقق معاه البيعه. البروكر الناجح هو اللي بيسعى دايما، بيسعى ريجاردلس الفرصه هتيجي امتى، بيجتهد قوي، بيذاكر كويس جدا، بيحاول يدور على اليونيك سيلينج بوينتس بتاعت المشاريع اللي بيشتغل عليها واليونيك سيلينج بوينتس بتاعت المناطق اللي بيسوق لها. الكلام ده كله ده اكسترا مايل في المذاكره، مش مجرد ان هو في ديفلوبر هيروح يعمل لهم اورينتيشن على المشروع فيقول له ان المشروع ده فيه مساحه قد كده وسعر قد كده ونظام سداد قد كده فهو يروح يسمع الكلام ده للعميل وخلاص. السعي على انك تبقى متملك من منطقتك اللي انت بتشتغل فيها وتحاول تجهز نفسك للفرصه لما تجيلك، هتلاقي نفسك الفرصه وهي جايه انت اول واحد بيقتنص. العميل هو بيكلمك وبيكلم غيرك وغيرك وغيرك وغيرك. في اكتر من 10000 بروكر في مصر دلوقتي، ال 10000 دول كل واحد عنده 10 بياعين، يعني بنتكلم في حوالي 100000 بياع. ال 100000 بياع دول جزء منهم بيكلم العميل بتاعك. فالاكثر جاهزيه والاكثر اقناعا للعميل والاكثر معلوماتيه وعنده وجهه نظر في طرحه المشروع مختلفه عن غيره